أهلا بيكم في قناة سكيل فيرس. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض شرح كامل لبرنامج الكاب كات للبي سي من أول ما تفتحه لحد ما تعمل فيديو احترافي بجودة عالية. جاهز؟ يلا نبدأ. أول خطوة معانا هنفتح المتصفح ونكتب كاب كات بي سي داونلود ونختار أول نتيجة من الموقع الرسمي. بعد كده نضغط على داونلود وننتظر ثواني لحد ما الملف ينزل. أول ما التحميل يخلص دوس فتح ثم انستول، والتثبيت بسيط جدا وهيخلص في أقل من 10 ثواني. بعدها افتح البرنامج وتعالى نعرف واجهته. أول ما تفتح الكاب كات هتلاقي الواجهة الرئيسية وهتظهر عندك المشاريع الجاهزة، وفي الجنب هتلاقي الأدوات الأساسية. علشان نبدأ شغل هنضغط نيو بروجكت، وبعدها هنضيف ملفات الميديا سواء فيديو أو صور أو صوت. بعد ما نختار الملفات هنسحب الفيديو وننزله على التايم لاين اللي تحت، ومن هنا بيبدأ الشغل الحقيقي. أول خطوة هي القص والتقطيع. لو في جزء مش محتاجه حط مؤشر الخط الزمني عند النقطة المطلوبة واضغط سبليت. قص أو احذف ورتب اللقطات بالطريقة اللي تناسب الفيديو. بعد كده هنوصل لجزء تعديل الألوان والصوت. من قائمة Adjust تقدر تزود الإضاءة وتشبع الألوان، ولو صوت الفيديو فيه نويز افتح أوديو وروح على النويز ريدكشن وفعله لحد ما الصوت يبقى أنضف. دلوقتي نروح لأهم حاجة في أي فيديو، النصوص. دوس تكست واختار Edit تكست، اكتب العنوان أو الشرح اللي محتاج يظهر على الشاشة، وغير الخط واللون والحجم. تقدر كمان تختار تمبلتس جاهزة من الكاب كات، هتوفر عليك وقت كبير وتدي شكل احترافي للفيديو. نيجي بقى للمؤثرات والنقلات. من افكتس تقدر تضيف هزة خفيفة، بلور أو زوم. ومن ترانزيشنز اللي هي النقلات يعني تقدر تختار انتقال مناسب بين كل لقطة والتانية. نصيحتي ليك خلي المؤثرات بسيطة احترافية مش استعراضية. ولو عايز تبرز منطقة معينة في الفيديو استخدم خاصية الأوتو كات أوت اللي هي الزوم إن والزوم أوت والهايلايت أو الأنيميشن. هتدي إحساس إن الشاشة بتوضح للمشاهد، الخطوة اللي لازم يركز عليها. وصلنا لجزء إضافة الموسيقى. افتح أوديو وبعدين ميوزك واختار تراك مناسب. خلي الصوت الموسيقى خلي صوت الموسيقى خفيف على 6% أو 8% علشان ما يغطيش على صوتك. وعلي صوتك من فويس فوليوم ل100%. قبل ما ننهي الفيديو ضيف زر السبسكرايب واسم القناة واللايك. افتح import media جاهز وحطه في زاوية الشاشة واعمله انيميشن. هتعمله مثلا انيميشن للان input مثلا، فهتعمله من هنا من قائمة انيميشن تدخل وتختار ان. ولو عايز تعمله برضو انيميشن اوت فبرضو هتخش على اوت من فوق وهتدوس تختار اي حاجة في الاوت اللي هو في الاخر يعني. واخيرا هروح لمرحلة التصدير. اضغط اكسبورت وخلي الاعدادات كالتالي. ريزوليوشن خليها 1080 بي دي جودة الفيديو. انت لو بتصور بجودة عالية فخليها 4K، والفريم هتخليه 60 وبس. ودوس اكسبورت واستنى لحد ما الفيديو يخلص ويخلص تحميل. ولو عايز تتعلم بشكل اعمق الكاب كات تابعني لان الجاي احلى واقوى. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك علشان يوصلك كل جديد من قناة سكيل فيرس.